جمعة أسرى الحرية كما أطلق عليها جابت مدن وقرى سوريا، فمن الجنوب درعا حيث بداية الاحتجاجات انطلقت المظاهرات، ومن المسجد العمري الذي صار رمزا من رموز الثورة دوت الهتافات التي تحدت حصار قوات الأمن. لكن قوات الأمن التي تحاصر المدينة منذ أكثر من شهرين واجهتهم بالمزيد من الرصاص. الله أكبر، الله أكبر. أما في بلدات درعا وقراها فقد خرجت أيضا، فمن قرية عتمان الملاصقة للمدينة إلى قرية نحت شرقا وصولا إلى مدينة الشيخ مسكين وقرية كفر شمس. دمشق وريفها خرجت بقوة في جمعة أسرى الحرية، فمن حي الميدان والقدم جنوبا إلى حرست ودومة في الشمال الشرقي والقابون شمالا وركن الدين وبرزة على سفوح قاسيون، ليتجاوز أعداد المتظاهرين 50,000 في مختلف المناطق التي خرجت. حسب تقديرات متابعين رأوا في مساهمة دمشق هذا الأسبوع تحولا نوعيا يهدد صورة دمشق الساكنة التي يحاول النظام ترويجها. حمص مدينة خالد بن الوليد في وسط سوريا ومركز ثورة الوسط. منذ بداية الاحتجاجات خرجت مظاهرات عارمة فيها في جمعة أسرى الحرية ومن أغلب أحيائها وقراها، فحي بابا عمرو وباب سباع اشتعل بالمتظاهرين الذين تحدوا القمع مجددا، وفي قرى تلبيسة الرستن لم يكن الحال أخف وطأة على النظام. وإلى حماه مدينة أبي الفداء رابع مدينة سورية من حيث كثافة السكان تحط الثورة رحالها في ساحة العاصي، فكانت حماه الغاضبة والمتشوقة للحرية على الموعد في جمعة أسرى الحرية. لم يتخلف أهلها ولم يتهاونوا، حيث خرج حوالي 400,000 متظاهر من هذه المحافظة التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 800,000 نسمة. أما عدد الأحرار في حماه فربما تجاوزوا أي نسبة أو تناسب. وفي حلب أقصى الشمال والتي لم تكن هادئة كما اعتاد أن يقول الإعلام الرسمي عنها، بل شهدت مظاهرات عارمة ومن عدة مناطق وأشهرها سيف الدولة والحمدانية والشعار والمرجة. فقد كسر الحلبيون حاجز الصمت ليسمعوا صوتهم المدوي لمن كان يعتقد واهما أن صمتهم سيطول. ويقدر عدد المتظاهرين في حلب الشهباء هذا الأسبوع بعشرات الآلاف. ولنتجه نحو الشمال الشرقي لسوريا وبالتحديد محافظة الحسكة، فقد خرجت مظاهرة حاشدة في منطقة عامودة. وفي محافظة دير الزور عروس الفرات وبوابة الخاصرة الشرقية لسوريا والتي تبعد عن دمشق 430 كيلومترا شرقا، فقد شهدت هذه المحافظة ثاني أكبر تجمع بعد حماه، فخرجت مدنها ومنها البوكمال والميادين ومدينة القورية، لتكون دير الزور التي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المتظاهرين فيها يقدر بين 450,000 إلى 550,000 متظاهر، نقطة ارتكاز قوية في جغرافيا الاحتجاجات الغاضبة التي باتت تلتهم رقعة الصمت على جرائم النظام. تكون حصيلة المتظاهرين في جمعة أسرى الحرية وبحسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 2,000,000 متظاهر في 250 نقطة احتجاج، وقد فاق عدد الشهداء أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى. أما الصورة الأبرز التي نقلتها وسائل الإعلام في جمعة أسرى الحرية فكانت أطول كلمة ارحل رفعها أهالي الرستن في ريف حمص. فهل ستقصر كلمة ارحل الطويلة من عمر النظام الذي بات ينكر ضوء الشمس في وضح النهار أملا في أن يطول ليله على السوريين؟